شنو الفرق ما بين النص وما بين القولة؟ وشنو هما الخطوات ديال النص وشنو هما الخطوات ديال القولة؟ وباش كيتميز النص على القولة؟ واش هما نفس الشيء؟ هادشي هو اللي غادي نجاوبو عليه في هاد لا فيديو. اولا نشوفوا الخطوات ديال النص وعاد نشوفوا الفرق بينه وبين القولة. خليك معايا حتى الاخر حيت كاين واحد الفرق بسيط في مرحله واحده. كمل معايا لا فيديو حتى الاخر باش تفهم. الخطوات ديال النص كالتالي: عندنا مرحله الفهم ومرحله التحليل، مرحله المناقشه ومرحله التركيب. اول حاجه غادي نشوفوا المرحله ديال الفهم. عندنا فيها تاثر المجزوءه، يعني اي مجزوءه تتاثر ضمن المجزوءات، واش الوضع البشري، واش المعرفه، واش السياسه، واش. عندنا المفهوم، مفهوم الشخص أو الغير أو التاريخ يكون. المحور، القضية اللي كيعالج النص. يعني المحور أنا كنفضل ما نكتبوش المحور، نكتبوه بحيث أنه يعالج قضية فلسفية مفادها أن ما نقولش ومحور كذا كذا، باش نكون كنبان أني متمكن من المادة. المرحلة الثانية عندنا هي التحليل. كنديروا الأطروحة يعني الفكرة العامة والأفكار الجزئية. أفكار الجزئية في النص كيكونوا في النص. بدأ الفيلسوف نصه ثم انتقل إلى، كندير الفكرة الثانية واختتم ب، يعني كنقسم ديك النص على 3 الأجزاء. كندير الفكرة الأولى علاش كيتكلم، الفكرة الثانية علاش كيتكلم، الفكرة الثالثة علاش كيتكلم. صافي ننتقلوا نشرحوا المفاهيم ونبدأوا العلاقة بيناتهم. هنايا أنا نسيت ما درتلكمش العلاقة، غادي نقول المفاهيم والعلاقة بيناتهم، واش علاقة ترابط وانسجام ولا تضاد، والحجاج اللي عطانا داك الفيلسوف في النص، يعني الأدلة اللي عطانا باش يثبت الموقف ديالو في النص. واش عطانا مثال ولا عطانا شي تفسير لشي حاجة، ولا استدل بشي حاجة ديال شي فيلسوف، ولا عطانا شي مثال من حياتنا الواقعية. هادو هما الحجاج كيكونوا في النص. واحد الملاحظة صغيرة بخصوص مرحلة الفهم، ضيفوا كخطوة أخيرة الأسئلة الإشكالية، حيت أنا نسيت ما كتبتهاش لكم. يعني من مورا ما ديروا المجزوءة والمفهوم والمحور، ديروا الأسئلة الإشكالية في مرحلة الفهم، ضيفوها عندكم. وغادي ننتقلوا للمرحلة ديال المناقشة. عندنا القيمة، نقاط القوة ديال ديك الأطروحة ديال داك الموضوع، الحدود، نقاط الضعف، والمواقف، واحد مؤيد وواحد معارض. كنقصدوا بالقيمة الإيجابيات ديال ديك الأطروحة، يعني نقاط القوة اللي كيكون قايل هذيك الفيلسوف اللي معه، اللي كيقول لك منين غنجيب نقاط القوة. ديك الفيلسوف اللي كيكون معه داك الأطروحة اللي تعطاتك في النص هو اللي كيقول نقاط القوة، ونقاط الضعف ديك الفيلسوف اللي كيكون ضد هو اللي كيقول السلبيات ديال ديك الأطروحة. صافي من دوك المواقف نيت داك المؤيد والمعارض هما نيت اللي غادي تجيب لهم القيمة والحدود ديال ديك المناقشة. غادي ننتقلوا للتركيب. كتكون فيها خلاصة عامة لاستنتاج النتائج ديال التحليل، يعني استنتاج لديك الشيء اللي كان في التحليل، المواقف بجوج، وشنو قال هذا الفيلسوف وشنو قال داك الفيلسوف، فكرة عامة ديال كل موقف ديال كل فيلسوف، والرأي ديالك الشخصي. بالنسبة لمنهجية القولة كيف ما قلت لكم في الأول ديال لا فيديو، كاين اختلاف فقط في مرحلة واحدة اللي هي مرحلة التحليل. كاين الأطروحة وما كاينينش الافكار الجزئيه بحال النص، كاينه الشرح والتفسير ديال ديك الاطروحه. يعني كدير فكره عامه من ديك القوله علاش كتكلم وكتشرحها وكتفسرها انطلاقا بطبيعه الحال من المكتسبات اللي عندك من الدرس، وكدير المفاهيم والعلاقه بيناتهم، وكدير الحجاج المفترض. غادي نشرح لكم هاد الخطوات اكثر. الاطروحه كيف قلنا هي الفكره العامه ديال ديك القوله، وكنفسروها وكنشرحوها، يعني شنو بغى يقصد بديك الفكره، شنو كتعني، شنو المعنى ديالها، يعني ديك القوله كنحللها اكثر. المرحله الثانيه اللي هي المفاهيم، كندير الشرح ديالهم وكندير العلاقه بيناتهم، واش هي علاقه ترابط وانسجام، يعني واش عندهم علاقات بعضياتهم، واش كيكملوا بعضياتهم، ولا علاقات تعارض وتضاد، يعني واش هما كل وحده عندها معنى مختلف. هذه هي نوع العلاقات. والحجاج المفترض يعني كتعطي واحد المثال من الواقع ديالك، ولا شي قوله ديال شي فيلسوف ما كتثبت بها داك الموقف ديالك، او كتفسر بها ديك الموقف ديالك، كتعطي حجه على داك الموقف ديالك، واحد المثال ولا بواحد القوله ديال شي فيلسوف ولا بشي حاجه. اغلبيه الامثله اللي كنقدموا في القوله كتكون اغلبيه من الحياه الواقعيه ديالنا، وهما اللي كيكونوا يعني اسهل. وبالنسبه للقوله، بالنسبه للحجاج نادرا ما اللي كيكون ديك الحجاج الضمني، يعني الحجاج كاين في القوله، عطي مثلا شي مثال ولا شي قولة شي فيلسوف، نادرا ما كتكونش.
يعني اغلبيه كنديروا حجاج مفترض، يعني كنجيبوه من عندنا من حياتنا الواقعيه، ولا شي حاجه ديال شي فيلسوف كنستدلوا بها وصافي. شي قوله مثلا بحال انا افكر اذا انا موجود مثلا. وهكا غادي نكونوا سالينا لا فيديو ديالنا، عطينا فيه الخطوات وشرحنا شنو هما، ورينا الفرق ما بين النص وما بين القوله، كاين فقط في مرحله التحليل كيف ما قلنا. لا فيديو الجاي ان شاء الله غيكون على المنهجيه ديال السؤال، الخطوات ديال المنهجيه شنو كيعنيو بعدا، عاد نديروا ان شاء الله منهجيات. الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم وتخليوا لي كومونتير وديروا ابوني لاشين باش اي جديد يوصلكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والتوفيق لكم جميعا ان شاء الله يا رب.